السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع الصحيحه؟ كلشي بخير. اليوم البنات غنشارك معكم الفطور ديالي، وغادي تسمعوا شنو وقع اليوم عاوتاني، شنو من اخبار جبت لكم. مع الله يلطف وصافي، ما بقى ما يعجب في هاد الدنيا والله العظيم. المهم غنصايب حداكم بعدا الحرشه هي الاولى، عاد نعاود لكم. هذه حرشه البنات درت هنايا نص كيلو ديال السميده ولا كيلو الا ربع، حيت غادي ندير جوج حرشات ان شاء الله. السميده درت لها الزيت هي الاولى، بسستها بالزيت مزيان صافي، وضفت لها شويه ديال الخميره حبوب وخماره وحده حمراء وشويه ديال الملح وشويه ديال سنيده، وغادي البنات نخلطها حداكم بالماء السخون. هو بقاو معايا باش تسمعوا الاخبار، شنو كيوقع لين المجتمع، شنو كيوقع للعيالات مساكن، باش تحضيو راسكم حتى نتوما تكون لكم نكون لكم هذا الميساج ولا هذا الفيديو ديالي ان شاء الله عبره، ويكون لكم ان شاء الله تستافدوا منه وتردوا بالكم. البنات ما تيقوش بزاف، العيالات مساكن كاينين اللي غير نيه وحده كيتيقوا بزاف. المهم كونوا على يقين وردوا البال. المهم شنو وقع للسيده، انا راه غنخلط حداكم الحرشه ونعاود لكم. المهم السيده شنو وقع ليها، هي مسكينه كانت في واحد المدينه بعيده، مثلا ساكنه في واحد البلاصه بعيده على راجلها على خدمه، وهو خدام في واحد البلاصه اخرى. المهم خدام، حسباتو مسكينه كخدام، وهي عايشه في ديك المدينه ومخليها هي وليداتها، وهو خدام في مدينه اخرى. بقى هكاك بقات العلاقه. المهم مره فين تيطلع على ولادو، مره فين تيصيفط ليهم. ملي كتقولوا هي مسكينه علاش ما كتجيش وعلاش ما كتصيفطش، تيقولها راني مبرزت مع الخدمه، راني شوفوا نتوما الرجال والله القسم ما بقات ثقه اخوتي قسما بالله. هو راه داير علاقه مع واحده اخرى غير شرعيه، ومخلي وليداتو باقيين صغار ومرتو باقا صغيره مسكينه، عنده 4 البنيات ما شاء الله على مزويناتهم، والمراه باقا صغيره مسكينه على مزويناتها المراه. شوفوا نتوما ولاد الحرم في عيلهم بعض الرجاله خاصهم الذبيحه، وحق الله العظيم الرجال بعض فيهم خاصهم الاعدام. المهم مسكينه بقات على هكاك، انا راه بحر مسكينه ديالها، بقيت كنهضر ما تنعرفش اش كنقول، بقات فيا بزاف. المهم بقات مسكينه هكاك. في الاخر ملي شافتو ما تسوقش ليها وما كيتصرفش عليها وما يصيفط ليها والو، مره كيصيفط ليها. المهم بعد الحرشه ها هي خلطتها، تخلط مزيان بشويه الماء هكايا، تخلط بحال شكل عجينه خفيفه شويه، تكون جايه التخليطه ديال الكيكه، ونخليوها ترتاح باش كتجينا الحرشه ديالنا زوينه. المهم البنات صافي بقات مسكينه هكاك. المراه هي تجي خلطت على راجلها، قالت ليه والو تكري ليا حداك. قال لها وبقات يخاصم عليها، لا وانا اش غتجي ديري هنايا وانا هادي وتزيد الكري وهذا والمدينه غاليه. المهم السيده قالت له والو ما بغيتيش انا غنجي. صافي جات مسكينه بلا ما تشعر، السيد بحال وقع في ما بغاش تسيق ليه الخبر شنو كان كيدير، وما بغاتش ما بغاش ليها تجيب الخبر شنو كيدير. صافي جلست مسكينه قالت لك انا بحر ما تسوقش ليا ما تيصرفش علينا وما تيصيفط ليا ما والو، بغيت نتاكد نشوف شنو هو كاين. قالت لك السيده ملي جات صافي بقى، قالت لك السيد ما بقاش كيتسوق ليها التليفون، مقابل غير التليفونات والميساجات وهذا وهذا. المهم بقيت قالت لك انا حاضيه ما بغيت نبين ليه والو. قالت لك خليته هكاك، بقيت كنراقب له قالت لك التليفون وتنراقبو، حتى قالت لك بنا نصادف السيده عنده في التليفون وتصاورها ميساجاتها وبزاف. قالت لك صبرت اختي، قالت لك انا تعيت مسكينه اقسم بالله لا بقات فيا. قالت لك صبرت انا حتى عييت صافي. قالت لك وانا هو يهرب ملي عقت به السيده، هرب ملي عقت به مرته. تصوروا شوفوا نتوما الفعايل كيفاش دايرين، ناض هرب. المهم فاش هرب البنات ديكلارات به مسكينه على اساس النفقه ديال الدراري باش ينفق عليها على وليداتها، وهرب. المهم مابقاش كيبان. مسكينه صافي خدامه دابا على وليداتها، خدامه مسكينه كتخدم في فيرما، ومسكينه باش تقوم بوليداتها وكاريه وهزه الكرا وهزه المسؤوليه. وعلاش هذا الشيء هذا؟ علاش الانسان اللي كيدير فحال هكا راه الضمير ديالو راه ما كاينش. هذه راه ماشي الانسانيه لا في الراجل ولا في المراه اللي كيهرب ويخلي وليداته ويخلي المراه ديالو ويخلي، ماشي حاله هذه وحق الله. زعما هاد الفساد علاش كاين؟ علاش الخانزات حاشاكم كيمشيو غير الرجاله اللي مزوجين؟ انا هاد السيده هذه اللي شاده ليها الراجل، واش ما عندهاش الضمير؟ واش ما كتخممش بينها وبين مولاها؟ ما كتخممش سيدي ربي باش غادي تلاقى مولاها نهار اللي تموت؟ واش تحسب لها ديما غتبقى شابه، ديما غيبقى ليها داك الزين ديالها، ديما غتبقى لها فورمتها، ديما غيبقاو لها راه كلشي داكشي غادي يمشي وغيبقى غير المعقول. راه المعقول هو اللي كيدوم. مالكم ما تمشي للراجل اللي ما مزوجش وشي دري عزري ديال راسو، ولا يكون مطلق، ولا تكون ميته ليه المراه، ماشي مشكل، راه عادي داكشي عادي. ولكن باش انتي تمشي للراجل بوليداتو
الراجل بمراته بولادو، عارفه عنده ولادو، خاصك تبعدي منه ماشي تلصقي. وتا الله يسمح لشي بعض الرجاله سبحان الله العظيم تينكروا عيالاتهم، تيقولوا كاع ما مزوجين بحال هكا الا خدموا في شي مدينه اخرى ما تيرضاش بمرته يقول لهم الا تلاقى شي وحده حاشاكم شي خانزه ما تيقولش ليها راني مزوج ولا عندي وليدات، كيقول لها ما مزوج. ملي كتسمع هي حتى هي ديك الكلمه كتلصق. شنو هي شنو ذنبها؟ راه انت المشكل، انت اللي فيك المشكل، الراجل اللي كيكون فيه المشكل الله يهديه. ولكن اقسم بالله العظيم حق ربي فينا زعما بكثرة المنكر وكثرة هذا الشيء اللي ولا الله يستر وصافي. كنتسناو الشتا تنزل ودي لا اله الا الله محمد رسول الله. والله العظيم الا شي فعايل وشي كنشوف انا شي نماذج، شي فعايل كنشوفهم وشي ناس وبعض الناس مساكن كنشوفهم حق الله العظيم الا كنتالم الخاطر ديالي كتالمني كيبقاو فيا وحق الله مسكينه. جلست معاها مرضت اقسم بالله العلي العظيم اللي عاودت ليا مسكينه لا اله الا الله محمد رسول الله. والله يهدي ما خلق الانسان اللي فيه شي بليه يمشي للاتساع، دائما يمشي للاتساع، يخلي وليداته في التقار ويخلي مرته في التقار ويخلي مهم يقنعوه ولادو. الانسان عنده وليداته الله يجعل البركه، اش باقي كيقلب. بالنسبه لي ما عندوش الولاد وما عندوش المراه ماشي مشكل، هذاك راه اي حاجه دارها تجي معاه. المهم خواتاتي ان شاء الله نتمنى هذا الفيديو يكون في الاعجاب ديالكم، ونكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، ونكون ان شاء الله مفيده لكم وتستفدوا مني. وان شاء الله يكونوا فيديوهاتي كاملين في الخاطر ديالكم ويكونوا مقبولين ان شاء الله وتكونوا فإلا عجبكم الفيديو البنات ما تنساونيش باللايك دائما والبارطاج باش البنات اخرين والعيالات اخرين يستافدوا. ردوا بالكم يا العيالات، ردوا البال الرجاله ما فيهم الثقه. والله العظيم راه اللي دارت الراجل اللي دارت فيه الثقه راه هي اللي ما فيهاش الثقه. ردوا البال واللي عندها شي راجل تهلا في راسها وتهلا في وليداتها. الراجل راه كيدمر وكيجي، انت تهلاي في ولادك وتهلاي في راسك حيت الثقه ما كايناش. لا الثقه فيها ثقه، ما عمركم ما تثيقوا. اكثريا هذا الزمان الله يحفظ ديال المنكر اللي ولا هاد الزمان اللي ولاد العصر اللي ولا بقاو العيالات كيحشموا، بقاو البنات كيحشموا، ما بقى ما يعجب الله يستر في الدنيا. كنتمنوا من الله اللي يحشمنا مع وليداتنا واللي عنده شي حاجه الله يهديها ليه يا ربي العالمين. المهم انا خدامه معكم كنصايب فطوري كنهضر معكم. المهم الحريشات ديالي تبارك الله جاو زوينين واخا مع الصبا جاو على مزويناتهم. فكنتمنى البنات هذا الفيديو يعجبكم ان شاء الله، ونتلاقى معكم في فيديو اخر جديد ان شاء الله يا ربي. تبارك الله عليكم، مع السلامه. المهم هذا الفيديو يكون عبره لكم وتكونوا استفدتوا منه اكثر واكثر. الله يعطيكم الخير حتى نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. تبارك الله عليكم.